أنا كصوفي عندما أتكلم مع الصوفية وأقول لهم نفس الشيء يذهبون إلى القبور، أقول لك هذا غير صحيح. أنا رأيت بأم عيني. I see it with my own eyes. في رمضان العشرة الأواخر إذا أروح مع الشيعة يصيحون على الحسين في رمضان، وإذا أروح مع السنة أروح تراويح وقيام الليل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فطرة 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 فطرة. هاي اللي عشت فيها. في أي مكان عشت؟ عفوا، في أي بيئة؟ في العراق. أي بيئة؟ أي بيئة؟ العراق. المرتضى في المشهد في إيران. أنت فين عشت يا أخي؟ ليش؟ ليش؟ تعز الحسين عندما طيب عندما تذهب هنا ايش تقول؟ عندما تقول غفر الله لك ورحمك الله. ايش تقول؟ تطمينات اسمها. لا تضرب هكا نفسك. هل أهل البيت فعلوا هذا؟ أنا أعمل كذا. شوف سؤال عادي، هل أهل البيت لطموا أنفسهم؟ أبو بكر وقف هاي وقفتك وسولف عن الناس. نعم فعل، نعم في قريش فعل. هذا ما شوفي أختي الفطرة. Don't you think الحسن are in the best place؟ بارك الله فيك. They are in heaven ما يحتاجون. والله تضرب نفسك. يا أخي استعمل عقلك يا أخي، اسمع تقول ناحيتك. والله هذا والله يقول لك أؤمن بأفكاري حسب سياسة هذه. هو ما يكفر بس هو يقول الشرك بالله كفر. نعم. دقيقة خلنا. أنا شيعية بس أنا أشوف. شنو يعني؟ هاي بيني وبين ربي. ليش يعني سألتك يعني سؤال؟ أنت تصلي؟ أنت تصلي؟ يا أخي أنت تصلي؟ سؤال ترد علي. لا أنا انسى. أنت تصلي؟ ما أنت تصلي؟ الناس هذه خلطك بينها وبين ربي. حتى أنت بينك وبين ربك، أنا بيني وبين ربي. لا أتكلم عن التوحيد أخي. اسمع حبيبي، أنت اسمع يا أخي، أنا سألتك سؤال، هل أنت تحب من تحب أكثر الحسين أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا تلطم نفسك في موت النبي؟ ما تلطم، لا ما تقول لي الأفعال. لا ما تلطموا. ما أقول لك تفعل أنت. ما تلطموا. لا اسمع خالد اسمع خالد اسمع دقيقة اسمع أخي أنا اسمع الله يجلس سبيك مان. أهل البيت يختلفون عن الرسول. ها؟ الواقع اللي صار في كربلاء. طيب قتلوا علي تلطم علي؟ الله تلطم نفسك. الله يقول ولا تقوا أنفسكم إلى التهلكة وهم ضرب هكذا. ليش ضرب نفسك أخي؟ حسن قتل الإمام علي. خالد أنت مش عارف إيش. أخذ ثارة يعني. من أخذ ثار؟ من قتل الحسين؟ شيعة العراق. لا يزيد كان ظالم، لا نشك فيه. كان ظالم يزيد. خالد شوف معاوية مات قبله، كيف يقتله؟ يعني شنو هو معاوية؟ كيف إنسان مات قبل شخص يقتله هو؟ بالله عليك. معاوية شنو بالنسبة لك؟ يزيد قتل الحسين ولا؟ لا يزيد ما قتله. أنا أقول لك إيش صار. شمر وعبيد الله بن زياد. يزيد ظالم، ما في عنده سيئات، لكن لا يجوز الكذب على شخص حتى ولو كان كافر. الآن أنت دقيقة، الذين خانوه من؟ أهل الكوفة خانوه. لأجل ذلك النبختي ذكر هذا. كثير من علماء الشيعة يقول لك خانه الشيعة وغدروا به، غدروا بالحسين، قالوا تعال نحن ننجيك ونحن نفعل كذا. غدروا به وأصبحوا مع من؟ مع شمر قبحه الله وعبيد الله بن زياد قبحه الله. فالذين قتلوا الحسين خبثاء عليهم من الله ما يستحقون. فهمت؟ ما تقدر تقول يزيد أخي. ها؟ يزيد ظالم. مع معاوية؟ نعم احشي مع معاوية. نعم أنت احشي مع معاوية وعائشة وعلي وعمر الخطاب. أنت راح تحشي مع أبي جهل. شوف علي ما هو علي مع عبد أهل البيت. بارك الله فيك. توحيد توحيد ما يسمع. علي يسمعها من بعيد. علي هو from China. التوحيد. لماذا لا تتكلم عن التوحيد؟ خالد أسألك سؤال، لماذا قاعة تخلي قاعة ثانية؟ لا انسى كل شيء. اسمع لماذا كفر الله قريشا؟
غرد ايش تغريد ما لا انا اسالك سؤال، لانك اذا لم تعرف لماذا كفار قريش كانوا كفارا هذه طامه. يعني هو كفر قريش مثل كفرنا؟ لا ما كفرتك كذي هاي الايه. انا سالتك سؤال، لماذا كفار قريش كانوا مشركين؟ هاي الايه انا خالد باي باي والله انا سالتك سؤال خالد. فاهمك راح اثبتها علي وانا فاهمك. لا ما عليك، لا تدورها براسك، انا فاهمك قاري كل زين. Do you know why انا اقول لك خالد اسمع خالد، انا اقول لك لماذا كفرهم الله. Do you speak English خالد؟ لأن خالد اسمع، كفار قريش خالد اسمع كفار قريش كفرهم الله ليس لأنهم لا يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق، هم يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق كما ذكر الله في كتابه. كفرهم لأنهم جعلوا وسائط بينهم وبين الله، وهؤلاء الوسائط كانوا أولياء صالحين أو أنبياء أو أشجار أو ملائكة وأحجار، فالله كفرهم كلهم. لماذا؟ فأنت عندما أنتم الشيعة ماذا تفعلون؟ تفعلون بينكم بين الله وسائط، فتقول لعلي المدد يا علي. هذا الذي تفعله أنت كان يفعله أبو جهل لكن مع ولي صالح آخر أو مع ملك، فهذا الشيء كفرهم الله. فالتوحيد كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأيها المحب الله يهدينا ويهديك، الدعاء خاص بالله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول علي مدد يا علي فأنت أشركت بالله في العبودية والربوبية، لأنك تؤمن بأن علي عنده قوة أن يسمعك وأنت في بريطانيا. علي كان حي ولا يستطيع أن يستمع إلى 5 أشخاص يتكلمون بنفس اللغة، فكيف بشخص يعيش هنا وعلي ميت في الحياة البرزخية حي وتدعوه أنت؟ هذا شرك بالله.